إذاعة إرنا تأتيكم برامجنا في أيام الاثنين والأربعاء والجمعة من كل أسبوع على نفس هذا التوقيت على الموجة القصيرة بطول 25 مترا. كما يمكنكم متابعة بثنا على القمر الصناعي نايل سات على التردد 11678 على الاستقطاب الرأسي. إذاعة إرنا الدولية إذاعة إريترية مستقلة يشرف عليها صحفيون إريتريون مستقلون، ويأتيكم بثها من باريس. مستمعي الكرام، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم وحيثما يصلكم بثنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 12 من يونيو عام 2024. كما هي عادتنا دائما وأبدا مستمعي الكرام، نبتدئ البرنامج العربي بنشرة الأخبار، يلي ذلك فاصل غنائي، ثم تتابعون بعد ذلك حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم نقدم لكم الجزء الثالث والأخير من اللقاء الذي أجراه مع المناضل إبراهيم قدم بمناسبة مرور الذكرى 33 لاستقلال إريتريا. وقتا طيبا نرجوه لكم مستمعي الكرام مع متابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم. المستمعون الكرام، فيما يلي أقدم لكم نشرة الأخبار، أبتدئها بالعناوين. إريتريا تعتزم توفير خدمات الإنترنت في المدن ليلا عبر خطوط الهاتف أو DSL. مصر عشرات المهاجرين معظمهم من أثيوبيا بعد انقلاب قاربهم قبالة السواحل اليمنية. واقتتال بين عشيرتين في الصومال يخلف عشرات القتلى والجرحى. كانت تلكم سيداتي سادتي عناوين الأخبار، وإليكم التفاصيل من إذاعة إرنا الدولية في باريس. أعلنت إريتريا أنها ستوفر خدمة الإنترنت ليلا للراغبين عبر خط الهاتف أو DSL من الساعة 10 مساء إلى 6 صباحا بسرعة 512 كيلو بايت في الثانية بسعر 1500 نقفة، أي ما يعادل $100. وبحسب المعلومات التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فإن المواطنين الذين يرغبون في استخدام خدمة الإنترنت بسرعة 512 كيلو بايت في الثانية من الساعة 10 مساء وحتى 6 صباحا سيدفعون أكثر من 1500 نقفة، أي ما يعادل أكثر من $100. وقال متداول الخبر في وسائل التواصل الاجتماعي إنه يجب انتقاد الحكومة الإريترية بدلا من الثناء عليها لتقديمها خدمات تعتمد على الكيلوبايت على الهواتف الأرضية في إريتريا، في الوقت الذي يحصل فيه غالبية سكان العالم على خدمات الإنترنت السريعة عبر بيانات الهاتف المحمول أو الألياف أو ستارلينك. ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، تعد إريتريا ضمن أدنى 10 دول في العالم في تقديم خدمات الإنترنت. ويقول التقرير أن عدد مستخدمي الإنترنت في إريتريا أقل من 1%. لقي 38 مهاجرا على الأقل حتفهم، فيما بات 151 آخرين في إعداد المفقودين بعد غرق قارب كان على متنه 260 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن يوم الاثنين الماضي. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر محلية وأمنية الاثنين القول إن 38 مهاجرا من القرن الإفريقي توفوا بعد غرق قارب في ساحل الغريف بمديرية رضوم بمحافظة شبوة على ساحل البحر العرب. وأكدت المصادر التابعة للسلطات المحلية بمديرية رضوم أنه تم انتشال 38 جثة من المهاجرين ونجا 71، فيما لا يزال البحث جاريا عن المفقودين وعددهم 151 ممن كانوا على متن القارب. وذكرت وسائل الإعلام أن معظم المهاجرين الذين كانوا على متن القارب من الجنسية الأثيوبية، وأن المركب يتبع لأحد مهربي المهاجرين الأفارقة. وزادت في الآونة الأخيرة حوادث غرق القوارب التي تستخدم لتهريب المهاجرين، لا سيما قبالة الساحل الشرقي والغرب لليمن، حيث لقي عشرات المهاجرين حتفهم غرقا بسبب سوء الأحوال الجوية. ويلجأ هؤلاء الأشخاص للهجرة غالبا بسبب ما يواجهون من ظروف إنسانية.
وعادة ما يسلك المهاجرون الأفارقة خاصة من أثيوبيا والصومال طريقا للهجرة محفوفا بالمخاطر، يبدأ من الطريق الشرقي الرابط بين القرن الإفريقي واليمن وصولا إلى خليج عدن ثم اليمن، وأخيرا السعودية ودول الخليج بحثا عن فرص عمل. ويعد اليمن منذ سنوات طويلة وجهة ونقطة عبور لمعظم المهاجرين من دول القرن الإفريقي خاصة أثيوبيا والصومال، الذين يأملون في الحصول على فرص معيشية أفضل في دول الخليج، ويقطعون في سبيل ذلك رحلات صعبة في ظروف قاسية. وتوقع تقرير حديث للأمم المتحدة أن يستقبل اليمن أكثر من 44 ألفا من اللاجئين وطالبو اللجوء الصوماليين خلال العام الجاري 2024. وتقول المنظمة الدولية للهجرة أنه بالرغم من استمرار الصراع في اليمن منذ أكثر من 10 سنوات والتوترات الأخيرة في البحر الأحمر، لا يزال هذا البلد يشهد زيادة كبيرة في تدفق أعداد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين إلى اليمن من إفريقيا خلال العام الحالي. قتل العشرات من الصوماليين في مدينة هيرالي وعبود واق في إقليم جلجود وسط الصومال، وذلك بسبب صراع ميليشيات عشائرية كانت تقاتل حركة الشباب بجانب الجيش الصومالي. ووفق ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية عن شهود عيان، أدى الخلاف حول أماكن الرعي والمياه إلى الاقتتال بين عشيرتي دير ومريحان يوم السبت والأحد الماضيين، وأوقع القتال أكثر من 50 قتيلا بالإضافة إلى عشرات الجرحى والمصابين بين الطرفين، وذلك قبل وصول القوات الحكومية التي ساعدت في وقف الاقتتال. ووفق ما ذكر موقع الصومال الجديد، فقد دعت الحكومة الفيدرالية وولاية غلمندق الإقليمية كلا العشيرتين إلى إنهاء الصراع من خلال الحوار ووقف القتال. ويشهد الصومال منذ أكثر من 3 عقود حالة من عدم الاستقرار بسبب النزاعات المتجددة بين القبائل والعشائر، بالإضافة إلى الهجمات التي تشنها حركة الشباب بين الفينة والأخرى. بهذا أصل إياكم مستمعي الكرام إلى نهاية النشرة الإخبارية لهذا اليوم، وقتا طيبا أرجوه لكم مع متابعة بقية فقرات برامجنا. راديو إيرنا. مستمعي الكرام ومستمعات الكريمات، كما نوهنا في بداية البرنامج، تتابعون فيما يلي حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي متابعات، من إعداد وتقديم الزميل أحمد شريف. وفي حلقة اليوم نقدم لكم الجزء الثالث والأخير من اللقاء الذي أجراه مع المناضل إبراهيم قدم بمناسبة مرور الذكرى 33 لاستقلال إريتريا. نتابع سويا. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهد الكريم، المستمع العزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من إذاعة إيرينا الدولية في باريس. أنا أحمد شريف برفقة الزميل إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في المونتاج والإخراج والإشراف العام. ألتقيكم في حلقة متصلة بالحلقة السابقة، وحديثنا مع أستاذنا المناضل الباشمهندس إبراهيم قدم، وهذه هي الحلقة الثالثة. وقد أتحفنا بالكثير من المعلومات التي بعض الناس يجهلونها وبعضهم يعرفونها، ولكن لا يقولون الحقيقة كما ينبغي أن تقال وأن تكون. اليوم بكل احتفاء وسعادة واحترام وتقدير ألتقي للمرة الثالثة بأستاذنا إبراهيم قدم لمناقشة محور هام، وهو محور استعادة التماسك المجتمعي الذي تفتقده المجتمعات الإريترية أينما وجدت، يعني وقد تكون هي نسبية بين منطقة وأخرى. أستاذ إبراهيم، أهلا ومرحبا بك في إذاعة إيرينا الدولية من باريس. الله يبارك فيك أستاذ أحمد، وشكرا على استضافتك وكلماتك الطيبة يعني. جزاك الله خير، وأنت تستاهل أكثر من كده أستاذنا الفاضل. ولو كانت الأمور كما ينبغي أن تكون، كان ينبغي أن يكون محلنا هو داخل الوطن الحبيب، إذاعة وتلفزيون وصحافة، ولكن إن شاء الله يعني ربما ييسر الله لنا أمر ذلك. أستاذ إبراهيم، يعني تحدثنا مرتين بإذن الله، تحدثنا مرتين
حول، يعني هبشنا العنوان ولكن لم نتحدث عنه. ما في شك أنه المجتمع الإريتري، خاصة المجتمع في الخارج، يعني يعاني من أزمة تفتت، وكأنه هو المتوحد المتباين والمختلف الملتئم، وأشياء كثيرة، أضداد الأشياء تعاني منها مجتمعاتنا الإريترية تحديدا في الخارج. الداخل يعني ما عندناش معلومات عنه، لكنه يعيش أزمة وحدي ومتماسك في أزمته وبلواه. مجتمع الخارج نحس أنه هو يعاني من تضعضع وفقدان، إلى درجة أنه وصلنا فقدان القيادة الراشدة والرشيد يعني. فندعو إلى تماسك مجتمعي كما عنونته أنت. فحدثنا عن واقع مجتمعنا أولا في الخارج، ثم هذا الشتات وهذا التباين الموجود كيف نعيد تماسكه من جديد استنطاقا للتاريخ والواقع المرير. تفضل أستاذ إبراهيم. الله يحفظك، شكرا. هو الحقيقة يمكن المسألة اللي تماسك ده ما بيجي ساكت يعني، لكن نتيجة عمل مشترك والاتفاق على ميثاق وطني يجمع الكل في اتجاه الصحيح، واللي هو الهدف اللي الكل يتحدث عنه أو الكل يتمناه، واللي هو إزالة الطاغية من على رأس هذا الوطن، وإعادة الوطن إلى أبنائه وإلى أهله وإلى ذويه يعني. لكن طبعا المفقود هو العمل، والإنسان لو ما عمل مع يعني سويا أو عمل مشترك ما يقدر يعرف هل هو في ماشي في الاتجاه الصحيح أم لا. نتيجة هذه المسألة ما جاية عمدا. مثلا لو رجعنا لتاريخنا نحن في الأربعينات، الآباء كان بالرغم من أنه تواجدهم في أماكن مختلفة وفي مناطق بعيدة من بعض، لكن في وقت الحاجة واللي هي أنه تحديد مسير هذا الوطن اتفقوا والتقوا يعني. لأنه كان رأيهم أن هذا الوطن يجب أن يتحرر، وعملوا من أجل هذه المسألة كل ما يمكنهم. ممكن على المستوى الشخصي الواحد عارف أنه ما حيلقى حاجة، لأنه في النهاية العمل اللي يقوم بالإنسان كان عمل مش عشان يكون عنده مكانة أو شرف أو كذا يعني، وما كان ينقصهم هذا يعني. إذا كان قلنا المكانة أو إذا كان قلنا المال وكله كان موجود، لكن كان عينهم على أن هذا الوطن يجب أن يتحرر ويجب أن هم يدفعوا ثمن في هذا الاتجاه يعني. لذلك نجحوا في أنه هذا الوطن ما يضيع يعني. وبعد كده جت في الفترة بتاعت الكفاح المسلح الإنسان الإريتري، القاتل، الشاب، الكبير في السن، كله مع بعض كان بيعمل من أجل هدف واحد، واللي هو أنه ينتصر على العدو. وما كان عنده شيء تاني ممكن يدعه قدامه، عشان لأنه هو ذاته شايل روحه على كفه يعني. ما بيعرف هل هو حيستمر لبكرة أو حيخرج من هذه المعركة، لكن كان مؤمن بأنه هو حيضحي، لكن في ناس أو أجيال حتجي تستلم الراية. وهذا اللي كان من ابتداء من الشهيد حامد إدريس عواتي ورفاقه اللي كانوا معه، واستمرارا لكل ما كان في جبهة التحرير الإريترية، وما اكتمل بعدين مع الجبهة الشعبية. لأنه الرصاصة الإثيوبية اللي جاية ما تفرق بين
أن هذا من المنخفضات وهذا من المرتفعات، أو هذا مسلم وهذا مسيحي. هي هدفها واحد، وفي نفس الوقت هدف المقاتل ده اللي موجهة له هذه الرصاصة برضه كان واحد، واللي هو تحرير إريتريا واستعادتها لكرامتها ولوطنها عشان يكون ملكها يعني. اللي دلوقتي يعني انعدام الثقة اللي نحن دلوقتي قاعدين نعيشه، وسؤالك عن اللي موجود في الخارج. الخارج أصلا انعكاس لما موجود في الداخل هو، والداخل دلوقتي زي ما أنت عارف من 33 سنة أو حتى قبلها، يعني منذ استيلائهم على كل الوطن الإريتري بعد استخراج الجبهة من التحالف مع زمرة ويانة، ربى هذا الشعب على الخوف والفزع، وأنه هم فقط اللي يفكروا، يعني هذا المواطن، هذا المقاتل، هذا الشاب، هذا العجوز، لا ما عليه أن يفكر. اللي يفكر هو سياسي والمجموعة اللي معاه، لكن طبعا في النهاية أخذ منهم كل شيء، وحتى اللي معاه ديل ما يسوى حاجة يعني. لذلك انعدام الثقة بدأ من هناك، في أنه اثنين واحد يمشي عشان يجلبوا موية من البير في جبال الساحل، ما يثقوا في بعض أو ما يتكلموا مع بعض في الوقت اللي المفروض ديل موجودين في تنظيم واحد، والمفروض يناقشوا ما يحصل. لكن يخاف أنه الأول يقول ممكن هذا يكون موصل بالأمن أو بالاستخبارات، وزي ما هم كانوا يسموهم حلوى سوداء. والثاني كمان نفس الشيء، ممكن يقول يا أخي ده يكون حلوى سوداء وأنا ليش أتكلم معه يعني. فهنا ما دام ما في ثقة بين اثنين، يعني ما حيكون في ثقة بين أكثر من اثنين وثلاثة وأربعة. وهذه يمكن عشعشت يعني أمخاخ الناس أو في قلوب الناس. عشان كده بقى أنه الواحد ما يثق في ثاني، ودي انتقلت إلى الخارج. نفس الخارج ده لو شفت أنت كتار من الناس ما مرتاحين للي يحصل في الساحة الإريترية، أو أنه يشوفوا أنه اللي قاعد يحصل ده شيء خطأ، لكن ما يتكلموا عنه. ممكن في الصالون بتاعته يتكلم إذا كان لقى واحد أو اثنين يثق فيهم يعني، لكن برا من هذه المسألة يعتبر نفسه كأنه قاعد يتفرج على مباراة كرة قدم قاعد تجري هناك في بعيد منه يعني. لذلك ما ممكن ثقة تجي بهذا الشكل. وزي ما شايف أنت دلوقتي بقينا نحن حقل بتاع التجارب كل مرة، زي ما يقولوا زي ما الأميبا بنتكاثر يعني. تنظيم ورا تنظيم، تنظيم ورا تنظيم. ولو شفت البرامج بتاع التنظيمات دي، أغلبية البرامج هي واحدة، لكن الاختلاف هو أنه كل واحد مننا عاوز يكون قائد أو أمير، والأمراء لما يقدروا ما يقدروا يقودوا شيء يعني. ده الواقع المؤلم اللي نحن قاعدين نعيشه. عشان كده التجارب زي في 3-4 سنوات الماضية دي لو شفتها، بدأ حاجة اسمها كفاية، والناس اتكلمت عنها في كل الاسمين، وبعد كده زي ما شفنا انتهت، تلاشت. نعم، تلاشت. ودلوقتي كمان جاء ما يسمى بالبريغيد حمدوه، والناس قاعد تهلل وتكبر له، لكن النتيجة ما حتكون يعني أحسن من اللي سبقها من كفاية ولا من غيرها يعني. لأنه طيب.
اللي متولين المسألة ما قاعدين ينظروا لبعيد. يعني المفروض الواحد يبدأ عمل ما يكون للمسألة القريبة منه لبكرة. المفروض ينظر لما بعد الاسمية، يعني عشان لو فكر بعيد للمستقبل هيفكر برضه انه كيف يجمع الناس، كيف يقدر يكسب الناس. لكن هو ما يهم اليوم في الاجتماع ده لو جاء 20 واحد او 100 واحد هو مرتاح، لكن بعد بكره هل ال 20 ولا ال 100 حيجوا؟ لذلك طيب انا أستاذ بقول إبراهيم. ايوه حبيبي. نعم عزيزي الفاضل، شيخنا وأستاذنا أستاذ إبراهيم، آسف على المقاطعة. لا لازلتم ولا مع يهمك. إذاعة، بارك الله فيك، لازلتم مستمعي الأعزاء مع إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحلقة في برنامج متابعات، وحديثنا هو مع الأستاذ إبراهيم قدم المناضل والبشمهندس. هذه إذاعة إرنا. أستاذ إبراهيم، طبعا لما نقول مجتمعنا غير متماسك هو في الفكرة السياسية، لكن في الشؤون الاجتماعية، وأنا أستشف هذا التحليل من خلال حديثك، أنه مجتمعنا في الخارج حتى على ما يعانيه من الأزمات السياسية اجتماعيا وإنسانيا هو شبه متعاون. أزمتنا هي في الحلبة السياسية، وإلا كثير من الوقفات والهبات المجتمعية الإنسانية والتعاون والتراحم، هذا في المجتمع الإريتري تواصلا مع ثقافته، وهذا موجود كلا حسب استطاعته. ما نعانيه في الأزمة السياسية، إذا اتفقت معي أستاذ إبراهيم، إنه قد يتساءل، وأنت تشير إلى ذلك، يعني كل يوم نفرخ حزب جديد وما عندنا قائد، وهكذا تستمر الأزمة. لكن ربما يتساءل المستمع الكريم ويقول: ومنذ متى كانت السياسة حلبة تضع المجتمع كله في ملعب واحد أو لون واحد؟ من يقول ذلك أستاذ إبراهيم كيف يمكن أن نرد عليه سياسيا وواقعيا، يعني من خلال تجربة الشعب الإريتري السياسية والنضالية؟ شكرا أستاذ أحمد. هو الأزمة زي كما أسلفت أنت هي سياسية واجتماعية. يعني أنا من وجهة نظري السياسة والاجتماع أو الأزمة المجتمعية ما تنفصل عن بعض، لأنه نحن عدم الثقة اللي موجود فيما بيننا انعكاساته ما تكون على أساس أنه نحن تنظيمات سياسية، لكن اجتماعيا المفروض نكون متماسكين يعني، وبالذات في القربة، عشان من أجل مين؟ من أجل أبنائنا، يعني من أجل أحفادنا، لأنه تماسكنا يديهم السند اللي فقدوه بابتعادهم عن وطنهم، لأنه احنا قاعدين نعيش في شتات، يمكن من أستراليا إلى السويد، ومن أمريكا ومن كندا إلى جنوب أفريقيا. يعني ده كله عنده آثاره. أنا بقول أنه بالجانب السياسي يمكن محاولات كثيرة مرت في 30 سنة هذه، وتحالف هنا وبعد كده ما أعرف ميثاق وطني مع كده، في النهاية وصولا إلى المجلس الوطني في مؤتمر اللي حصل في أواسا، واللي الناس كانت تستبشر خير. كان في جزء جاي وأنه خلاص بكرة ممكن يدخل أسمر أو موجود في السلطة، وجزء كان بينادل فعلا، لأنه ده يعني شيء لابد منه يعني. لكن لو شفت أنت يعني حتى من 2011 لغاية دلوقتي نحن ما مشينا لقدام، مع أنه حاجة واحدة يمكن الميزة اللي أو الشيء الإيجابي هو أنه بدل ما كنا نرفض بعض وكنا نقصي بعض،
على الأقل قعدنا بقينا تحت مظلة واحدة يعني. وطبعا المظلة واحدة ما كافية يعني، المفروض نعمل ونطورها عشان يعني نحقق الهدف اللي من أجله نحن موجودين تحت المظلة هذه يعني. لكن نحن زي اللي أنه وجودنا في المظلة هذه يعني اعتبرناه أنه هو اللي كافي وخلاص يعني، وده ما كفى. عشان كده لغاية دلوقتي ما قادرين نمشي لقدام. والنظام اللي موجود في أسمرة زي ما أنت عارف يعني ما عنده اهتمام باللي يحصل في الداخل ولا في الخارج. آخر سمية بتاعت السياسة في لقائه اللي بالعيد 33 شفت أنت بيقول للناس اللي موجودين في الخارج جوهم أعملوا ونحن مرتاحين من اللي أنت قاعدين تعملوا. إيش قاعدين يعملوا؟ قاعدين يقتلوا بعض يعني، وقاعد يشجعهم أن هم يواصلوا في القتل. مثلا ده قاعد يحصل في إسرائيل أو يحصل في هولندا ولا في ألمانيا ولا في أي مكان ثاني. ده النظام ما يهم أن المجتمع الإريتري ده يتماسك ولا لا يعني. لابد من أنه يكون منقسم عشان يسهل أنه هو يعمل فيه زي ما عاوز. ونحن اللي قاعدين نشوفه دلوقتي هو أنه هذا الشعب قاعد يجتمع على الرقص يعني. ناس وكأنه مجانين أو عندهم زار في أي مكان موجودين فيه قاعدين يرقصوا. ما كلهم مع النظام، لكن الرقص نفسه قاعد يسحبهم لهذا الاسم يعني. ده واحد اللي نحن المفروض نفكر فيه بالجانب الاجتماعي واللي انت قلت فيه، انه فيه حسنات او على الاقل قاعدين نعمل صحيح يعني. من بعيد لبعيد تلقى يعني مساعدات إنسانية من هذا جانب هذه الدولة، وبالذات الناس الموجودين في أستراليا أو في أمريكا يمكن أكثر اسمه في العطاء في هذه المسألة اللي موجود في السودان. يعني إحنا لو فكرنا بالإمكانيات اللي عندنا في الخارج والبسيط اللي ممكن نساهم به، ممكن ينفع في المعسكرات بتاعت اللاجئين اللي السياسة رفض أن هم يرجعوا لبلدهم يعني. ولغاية اليوم ما عندهم حتى مياه شرب وهم موجودين في السودان، ما قاعدين يلقوا المياه النقية اللي يشربوها، أو حتى العيادة اللي على الأقل تكون مكتملة بكل النواحي في معسكر فيه آلاف من اللاجئين يعني. لو التفكير بتاعنا بالذات قاعد أشوف أنا أرها أو الإيسار في بريطانيا وأرها في أمريكا وفي أماكن ثانية اللي موجود، كل ده قاعد يساهم، وده شيء إيجابي وجيد. لكن يظل المرض اللي بدون ما نشوفه أو بدون ما نحس به قاعد يمشي هو الانقسامات الموجودة فيما بيننا في المجتمع. يفقد دلوقتي ونحن بعد 30 سنة أو بعد 60 سنة من النضال الوطني نرجع في القبائل والقبيلة، ومش قبيلة بس، كمان القبيلة حتى نقسمها كمان لأفخاذ ولفروع لا، المرض هو ده اللي أدخله السياسة من أجله أنه يتحكم فينا أو في الشعب الإريتري عامة. لكن كمان نحن ما قدرنا نفكر يعني بطريقة صحيحة عشان يعني نتفادى هذا الفشل اللي نحن قاعدين نعيشه يعني. طيب أستاذ إبراهيم، لو قلنا مثلا
إنه عشان ما نلملم هذه الأطراف ونحترم رأيك، يعني ربما واحدة من مشكلاتنا وقد تكون أشرت إليها، اللي هو نحن نعاني من الثقة فيما بيننا، وبالتالي نحتاج إلى إعادة الثقة فيما بيننا، وقد يكون هذه بوابة للعمل المشترك، اتفاق الحد الأدنى، سواء كان في العمل السياسي أو العمل المجتمعي. فإذا اتفقنا أنه نحتاج لإعادة الثقة فيما بيننا سياسيا واجتماعيا، كيف يمكن، وأنت رجل خبرت هذه الحياة والعمل السياسي، كيف يمكن لشعب يعني يعاني مما يعاني، عايش شتات وعايش بعد من وطنه وعايش أزمات مختلف الأزمات، هل يستطيع أولا أن يعيد الشعب الإريتري من خلال معرفتك بالشعب؟ هل يستطيع؟ الغالبية طبعا نحن لا نعمم، لكن نعاني من انتشار عدم الثقة فيما بيننا. فهل مجتمعنا أول مستعد أن يعيد الثقة فيما بينه؟ وكيف يمكن أن نعيد هذه الثقة؟ هو ده صحيح، يعني إعادة الثقة هو المطلوب، لكن مش شيء سهل كمان بالواقع اللي قاعدين نشوفه. لكن أنا متأكد أنه الكلمة الصادقة اللي تجي من القيادات اللي قاعد تنادي التنظيمات وتفكيرها يتركز على شيء واحد، واللي هو أنه الهدف اللي قدامها، يعني تنسى أي حاجة تانية. مثلا أن البعض يفكر أنه والله يا أخي أنا إيش حلقة من ما بعد هذا الاسمين. لا، ده ما مشكلتنا دلوقتي. ما بعد إزالة السياسة دي، هذه شيء يخص الشعب الإريتري، وأنا المفروض يفكر بالطريقة اللي هذا الشعب كله يتحرك في الاتجاه الواحد، يعني بدل ما نحن يعني تفكيرنا يكون مشتت. واحد مننا يسحب اتجاه اليسار والثاني اتجاه اليمين، والباخرة بتاعنا ولا الصندوق بتاعنا ما يمشي لقدام، يعني لأنه ما قاعدين نمشي مع بعض في الاتجاه الواحد يعني. وأنا بقول أول حاجة في هذه المسألة هي الصدق، يعني الصدق مع أنفسنا، الصدق مع الشعب، يعني ما نكون نحاول نقش، يعني نقش في أنه والله الأمور كلها كويسة ونحن الحمد لله ماشيين قدام. نحن ما ماشيين قدام يعني، ولا كمان قاعدين نشوف أنه نحن ماشيين قدام. اللي قاعد يمشي قدام اللي نشوفه هو اللي عاوز يفرتك، يعني أو اللي عاوز يقسم المقسم ده، يعني زي ما أنت شايف التنظيمات اللي تعتمد على القبيلة، التنظيمات اللي تعتمد على الإقليم، التنظيمات اللي تعتمد على الطائفية، هي اللي صوتها عالي. يعني وين الناس اللي بيشوفوا إريتريا بغض النظر عن الانتماءات الثانية هذه؟ يعني لأنه صحيح كل واحد مننا في إريتريا عنده انتماءاته وعنده أهله وعنده قبيلته وعنده الطائفة اللي ينتمي إليها وعنده الإقليم اللي ينتمي إليه، لكن إريتريا أعلى من كل ده. يعني كان كده لو التفكير بقى في اتجاه هذا والكلمة الصادقة كمان تكون هي بدل ما دلوقتي اللي انت شايفه نحن زي الشجرة اللي الهواء يجيب يمين ويجيب يسار يعني. نعم. أستاذ إبراهيم، نعم. يبقى أولا الصدق، قلت يعني الصدق فيما بيننا، من خلال الصدق فيما بيننا يمكننا أن نعيد الثقة فيما نحن مختلفين حوله وفيما نود أن نعطيه. هذه المسألة لو نحن طبعا قاعد نتكلم عن المجتمع الخارجي، هذا ما يتراءى لنا. ماذا تقول متابعاتك لمجتمع الداخل أستاذ إبراهيم من خلال
متابعتك وأنت رجل لك علاقات في الداخل والخارج. واقع المجتمع داخليا على الرغم من معاناته بأي شكل من الأشكال من خلال ما تمارسها عليه الطغمة الحاكمة، الواقع في الداخل، المجتمع الداخل، قراءتك لويش؟ والمجتمع اللي في الداخل عليه ضغوط شديدة، يعني أولا من النظام عشان هو ذاته ما يسمع ولا يشوف، لأنه محروم عليه حتى التقنية الحديثة من الإنترنت وغيرها ممنوع عليه وما عنده، يعني ما يسمعه هو يمكن لما يلقى فرصة يطلع للسودان، يمشي للسعودية أو يمشي للخليج وهكذا. يعني ده هو عشان يتابع المسألة محروم منها، وفي نفس الوقت تنقل الصورة صورة سيئة عن اللي موجود في الخارج، يعني بفعل النظام وبفعلنا نحن كمان، بممارساتنا نحن. لما يسمع عن أنه نحن منقسمين على أقاليم، نحن منقسمين على قبائل، منقسمين على حاجات كثيرة، ده ما يشجعهم في أن هم يقولوا أن عندنا أبنائنا اللي في الخارج واللي عايشين في بلاد حرة وفيها ديمقراطية. نحن عايشين في بلاد ديمقراطية لكن ما نفكر بطريقة ديمقراطية، يعني نحن ما أخذنا شيء من البلد اللي نحن موجودين فيه. يعني المفروض أنا كل 4 سنوات أمشي لصندوق الاقتراع وصارت الحزب اللي أنا عاوزه، يعني لما يجي لإريتريا لكن ما أفكر بالطريقة دي، أفكر بطريقة أنه والله يا أخي ده اللي هو عجيته ولا من القبيلة بتاعته هو ولا من الجماعة بتاعته. فنحن الناس اللي موجودة في الداخل عليها الضغوطات من الواقع اللي قاعدة تعيشه، وعندها كمان صورة سيئة من اللي موجود في الخارج. يعني لما يكون نحن ما نمارس الديمقراطية نفسها يعني وفي مؤتمراتنا، لأنه بيسمعوا صحيح، ممكن اللي يسمعوه يكون مبالغ فيه أو يكون مرة مشوه وكل شيء، لكن بيجيهم ممكن يجيهم بعد وقت متأخر. يعني لما يسمع أنه والله التنظيمات دي قاعدة مختلفة، لأنه حيرأسها أحمد شريف ولا حيرأسها إبراهيم قدم، يعني في الوقت اللي المفروض ما تكون هي المشكلة. يعني مين يرأس ما عنده أهمية دلوقتي بالنسبة للإنسان اللي موجود في الداخل. كيف نحن زي ما يقولوا نكون له يعني سفراء، ننقل الأزمة اللي هو قاعد يعيشها، الحياة اللي قاعد يعيشها، لكن نحن ما فادين للمسألة دي يعني. ولذلك هم برضو اللي موجودين في الداخل مع كل اللي عليهم ما نقدر نحملهم أكثر من كده. يعني صحيح. الخوف موجود، الأمن، الاستخبارات، يعني السجون مليانة. كيف حيقدروا يتكلموا إذا كان نحن ما تكلمنا عن يعني وعكسنا الشيء اللي هم قاعدين يعانوا منه يعني. صحيح. لذلك نعم. أنا نحن المقصرين في حق الناس اللي موجودين في الداخل يعني. نعم. طيب، شكرا لك أستاذ إبراهيم قدم المناضل الكبير البشمهندس. سعدنا بلقائك على 3 حلقات، والحمد لله يعني أنه أتحفتنا بالكثير المفيد، وكثير من العناوين تحتاج إلى نقاش ونقاش، ولكن دائما البرامج محكومة بمواقيته وأزمنته، ولكن سنطل عليك بوسيلة أخرى إن شاء الله قريبا أستاذ إبراهيم، حتى ما نعمم الفائدة للمشاهد والمستمع الكريم. أيها الإخوة والأخوات، تحياتي لك أستاذنا إبراهيم قدم. تحب تودع المستمع الكريم ولك رسالة ربما تود أن تقولها؟ شكرا للأستاذ أحمد شريف اللي أتاح لي الفرصة هذه يعني، وأرجو أن أكون قلت القليل اللي ممكن يفيد يعني. ما في شك، نحن الذين نشكرك أستاذنا. تتفضل بالحديث لمشكلة عامة
وأنت مبذول لهذا الوطن يافعا وشابا وشيخا كبيرا. بارك الله فيك، وأشكركم الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات لإذاعة إرنا الدولية من باريس. تحياتي أحمد شريف برفقة الأستاذ إدريس سليمان خليفة أبو هاشم في المونتاج والإخراج والإشراف العام، وتحيات أستاذنا إبراهيم قدم. لك الشكر ولكم جميعا أطيب وأحلى الأمنيات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. استمعتم فيما مضى سيداتي سادتي إلى حلقة اليوم من برنامج متابعات. في ختام البرنامج العربي لهذا اليوم أعود وأذكر بعناوين الأخبار. إريتريا تعتزم توفير خدمات الإنترنت في المدن ليلا عبر خطوط الهواتف أو DSL. مصرع عشرات المهاجرين معظمهم من أثيوبيا بعد انقلاب قارب قبالة السواحل اليمنية. واقتتال بين عشيرتين في الصومال يخلف العشرات من القتلى والجرحى. بهذا نصل إياكم مستمعي الكرام إلى ختام البرنامج العربي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات الفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية من باريس، وحتى نلتقيكم في البرنامج القادم في أمان الله. هذه إذاعة إرنا.